أولا نتكلم عن الجهود التي اعتدنا أن نراها للهلال الأحمر الجزائري، وهذه المرة نتكلم عن الجهود المبذولة للتكفل بأشقائنا في قطاع غزة، ونتكلم بصفة عامة عن فحوى ومحتوى هذا البرنامج موجه للفلسطينيين. نقول أن فلسطين في قلب الجزائر هو ليس شعار فقط، بل حقيقة تجسدت عبر العقود. اليوم الجزائر حكومة وشعبا تقف دائما كانت في مقدمة الدول أو في طليعة الدول التي تقدم الدعم الكامل للأشقاء بغزة. والهلال الأحمر الجزائري هو المنظمة الإنسانية الإغاثية للدولة الجزائرية. لو نتكلم عن، بما أنك تكلمتي على المواطن اليوم، يعني دور المواطن ومساهمته في يعني تقديم يد المساعدة، نتكلم عن الجانب المادي والمعنوي، وربما أنه نتكلم عن الجانب المعنوي هنا في الجزائر، ولكن يعني الجانب المادي في تقديم بعض يعني المستلزمات أو المساعدات الإنسانية. يعني كيف ترون يعني مساعدة المواطن الجزائري اليوم في مثل هكذا ظروف؟ الحمد لله احنا ما تعجبناش، لأنه هذه من شيم الشعب الجزائري ومن شيم المواطن الجزائري أنه يكون متضامن مع يعني في جميع الظروف وفي جميع الأوقات. نعم، نتكلم الآن بلغة الأرقام. ربما يعني نحن في بداية الحملة، ما هي أبرز الأرقام التي وصلتم إليها فيما يخص هذه المساعدات لقطاع غزة؟ نتلقى يعني مختلف المساعدات العينية التي موجهة من طرف الولايات إلى المخزن المركزي. يعني قيمة المساعدات نتحدث مثلا ولاية قسنطينة استقبلنا 360 طن، ولاية برج بوعريريج 420 طن، نتحدث عن ولاية مستغانم 170 طن. إذا يعني أرقام يعني نقولوا احنا أرقام جيدة معبر رفح. نعم إن شاء الله. نعم، نتحدث الآن عن يعني دور الجمعيات الخيرية هنا بالجزائر في مثل هذه الظروف، وتكلمنا عن المواطن وتكلمنا عن المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال الذين يساعدون الهلال الأحمر الجزائري الذي يعتبر رمز العطاء ودعامة للعمل الخيري، وتكلم عن الجمعيات الخيرية التي تنتشر عبر مختلف ولايات الوطن. ونقدر يعني نلقى أنه على سبيل المثال في العاصمة العديد من الجمعيات الخيرية التي تنشط في هذا المجال. نتكلم عن يعني مساهمة الجمعيات الخيرية في تقديم المساعدات لقطاع غزة. احنا الهلال الأحمر الجزائري يتعامل مع جميع الجمعيات، وهي كاينة هبة تضامنية أيضا من طرف الجمعيات اللي رانا نستقبلوها عبر المخزن المركزي. الجمعيات نقول عليها ما هي إلا ترجمة يعني للشعب الجزائري. لا بأس أن نعود إلى الوطن ونغتنم بفرصة وجودك معنا. نتكلم عن يعني التحضيرات لشهر رمضان. أكيد هذه المساعدات التي ستقدمونها لقطاع غزة ستفيد قطاع غزة ومواطنين الغزاويين خلال الشهر الكريم. أكيد ستكون يعني مساعدات غذائية خاصة بالشهر الفضيل. يعني ما هي أبرز يعني المنتجات التي ستسلطون الضوء وتركزون عليها للشهر الكريم المخصصة لقطاع غزة؟ إذن عندي سبق وأن ذكرت لك أنه إحنا يعني لما نوجه المساعدات رانا ما نوجهوش فقط، رانا نعتمدوا على معايير، وهذه المعايير هي معايير دولية موجهة للقطاع بغزة. إذا نتحدث عن مختلف المواد الغذائية الأساسية. يعني الوطن، ونتكلم عن التحضيرات لشهر رمضان. يعني كيف هي تحضيرات لشهر رمضان من خلال يعني خرجات الميدانية، يعني إن صح التعبير قفة رمضان الخاصة بالهلال الأحمر الجزائري، إن كان فيه يعني هذا البرنامج؟ إذا الهلال الأحمر الجزائري دائما يسجل دوره في شهر رمضان، وهو أيضا فرصة لتعزيز قيم التكافل والتضامن بين الشعب الجزائري. الهلال الأحمر الجزائري راح يتكفل بأكثر من 150 ألف عائلة. نعم، هناك العديد من المواطنين يعني يتساءلون كيف يتواصلون مع الهلال الأحمر الجزائري للتأكد من وصول هذه المساعدات إلى يعني الهلال أو يد الهلال الأحمر الجزائري. كيف للمواطن اليوم أن يوصل ما عنده من معاشات ومن يعني مواد أساسية للهلال الأحمر الجزائري؟ أكيد خاصة نتكلم عن يعني بعض المناطق التي يعني لا تعرف يعني استراتيجية التعامل مع الهلال الأحمر الجزائري.
الهلال الأحمر الجزائري اليوم هو متواجد في جميع بلديات عبر كامل تراب الوطني. إذا الحمد لله الهلال الأحمر الآن راه يسجل حضوره في جميع الولايات، واللي حاب يتبرع للهلال الأحمر الجزائري هي عبر مكاتب اللجان الولائية الموجودة عبر مختلف الولايات وعبر أرقام، رانا واضعين أرقام، وحتى هناك منصة رقمية للهلال الأحمر الجزائري اللي تقدر يتواصلوا معنا بطريقة يعني سهلة. والحمد لله أنا واضعين الآن رقم اللي دائما نستقبلوا فيه انشغالات المواطنين، نوجهوا فيه المواطنين عبر كامل التراب الوطني. نعم، نتكلم عن بما أنك تكلمت عن الرقمنة والمنصة الرقمية الخاصة بالهلال الأحمر الجزائري والتي تبقى دائما في خدمة المواطنين وكذا كل التبرعات لاستقبال التبرعات. نتكلم عن جزئية جد مهمة وهي فئة الشباب يعني الهلال الأحمر الجزائري. أكيد الشباب يأخذ حصة الأسد من يعني أعضاء يعني الهلال الأحمر الجزائري. يعني دور الشباب اليوم في تنشيط يعني فعالية الهلال الأحمر الجزائري. اليوم نقولوا أنه القيادة المركزية الجديدة للهلال الأحمر الجزائري أمنت في الشباب، منحت له الفرصة وخلت له يعني الميدان اللي يعمل فيه، والآن الشباب هو اللي راح يعمل. الحمد لله ما نقولوش مختلف، ولكن جميع لجان الولائية اليوم راهي فيها سياسة التشبيب، هم كاينين شباب عبر مختلف ربوع الوطن. هذا الشيء الرشيدة للهلال الأحمر الجزائري. حتى أنه نتكلم عن يعني المقابل فيما يخص يعني التطوع لهذه الأعمال الخيرية. الشباب الجزائري لا ينتظر مقابل من الهلال الأحمر الجزائري بما أنه عمل إنساني خيري، أليس كذلك؟ بالطبع هو عطاء لا محدود. نعم، نغتنم الفرصة فقط وجودك معنا ونتكلم عن يعني الجوانب أخرى للهلال الأحمر الجزائري، ونتكلم خاصة في هذه الفترة الشتوية، وهو يعني الخرجات أعوان الهلال الأحمر الجزائري خلال الفترة الليلية لمساعدة الأشخاص بدون مأوى. نتكلم عن أيضا وقوف الهلال الأحمر الجزائري مع يعني الأطفال وكذا الأسر اليتامى وكذا المعوزين، أليس كذلك؟ بالطبع الهلال الأحمر الجزائري يطلق برنامج نقول عليها حملة شتاء دافئ. هذه حملة شتاء دافئ راهي في كامل ربوع الوطن لحد الساعة، وما زالت تزيد تتواصل هذه الحملة. نتكلم عن جزئية جد مهمة وهو يعني تدخل الهلال الأحمر الجزائري في الكوارث الطبيعية، وكنا نرى أنه يعني مصالح الحماية المدنية وكذا المصالح الأمنية فقط من تتدخل في الكوارث الطبيعية، والآن يعني نشاهد أن الهلال الأحمر الجزائري أيضا ينخرط في هذه يعني المبادرات الخاصة بالكوارث الطبيعية. يعني استعداد يعني الهلال الأحمر الجزائري لأي كارثة طبيعية لا قدر الله. الهلال الأحمر الجزائري هو منظمة إنسانية إغاثية، يعني تساهم في الإغاثة عبر الكوارث أو الحروب أو إلى غيرها. إذن احنا في الهلال الأحمر الجزائري هذه السنة أطلقنا فريق الاستجابة الوطني. هذا الفريق الاستجابة الوطني هو فريق متخصص، يعني دارس بمعايير دولية في تكوينات دولية بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، وأيضا مع اللجنة الدولية للصليب الدولي. نعم، في آخر فقط كلمة أخيرة للمواطنين الجزائريين ويعني فيما يخص هذا الموضوع أستاذ هلا. إذن ندعو المواطنين أول حاجة للانخراط صفوف الهلال الأحمر الجزائري، بما أنه المنظمة الإنسانية راهي فاتحة أبوابها للتطوع عبر كامل التراب الوطني. شكرا لك هناء بالطيب المكلفة بالإعلام بالهلال الأحمر الجزائري، كنت ضيفتي في الحياة هذا الصباح. شكرا جزيلا لك.